عايزين نظام رجيم يكون كوست قليل، الكوست بتاعه قليل، تكلفته قليلة. وعايزين نظام رجيم يكون بيستهدف الأماكن اللي بيتراكم فيها الدهون العنيدة. كلنا بنعمل رجيم فبيواجهنا مشكلتين: ثبات في الوزن بعد أول أسبوعين من الرجيم، والتكلفة العالية في الرجيم. في الحلقة دي هجيب لكم نظام رجيم تكلفته قليلة وفي نفس الوقت بيستهدف الأماكن اللي بتضايقك وانت بتعمل رجيم، او اللي ما بتخسش وانت بتعمل رجيم، اللي هي منطقة البطن السفلية والجناب ومنطقة البطن بشكل عام، بس الاكتر البطن السفلية والجناب. تابعونا في الحلقة بتاعتنا. وسهلا بيكم في قناة معلومات صحتك. لو أول مرة تتفرج علينا شرفنا باشتراكك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل حلقة بننزلها جديدة. هتستفاد معانا كتير. معاك كابتن عمرو خالد، أخصائي تغذية علاجية، علاج سمنة ونحافة وكل حاجة تخص صحتك. هتستفاد معانا كتير قوي. ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان كل الناس تستفاد. ويلا نبدأ حلقتنا. نظام الرجيم النهاردة مختلف شوية، مش روتيني ومفهوش حسابات كتير وتعقيدات كتير، وهيوصلك لوزن كويس جدا. يعني لو استمريت عليه شهر فانت ممكن تنزل في الشهر ده حوالي 10 كيلو، يمكن اكتر ويمكن اقل. ليه ما بقولكش هتنزل ميزان ثابت؟ لان كل واحد فينا لمعدل حرق مختلف، وكل واحد فينا هيلتزم على اللي انا هقوله بشكل مختلف. فلو انت التزمت معايا زي ما هقول بالظبط هتلاقي نفسك وصلت ل10 كيلو ويمكن اكتر ان شاء الله في نظام الرجيم ده، من غير اي سايد افكت ومن غير اي مشاكل. تعالى مع بعض نعرف ايه هو النظام. لو بتنسى اكتب، استخدم ورقه وقلم او اعمل داونلود للفيديو علشان خاطر يبقى عندك، وكل ما تنسى ترجع له تاني. يلا نبتدي حلقتنا. اول حاجه نظام الرجيم بتاعنا مقسوم ليومين. نظام الرجيم كله يومين، يوم فردي ويوم زوجي. يعني احنا الرجيم بتاعنا هنستمر عليه لمده شهر. الشهر ده 1 و3، اليوم الاولاني واليوم التالت، اليوم الخامس، اليوم السابع، اليوم التاسع، اليوم ال11، دي ايام فرديه هيبقى ليها يوم. واليوم التاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والاتناشر وهكذا ده هيبقى اليوم الزوجي وهيبقى ايه؟ يوم. يعني احنا في النظام ده او في الحلقة دي هنقول يومين، يوم فردي ويوم زوجي، ده يوم وده يوم. وهنقول حاجات مهمة جدا لازم تعملها في نظام الرجيم ده علشان ينجح في اخر الفيديو. ركز معايا وما تجريش حاجة من الفيديو، ويا ريت تتفرج على الفيديو للاخر علشان خاطر تستفاد. اليوم الاولاني او اليوم الفردي هو عبارة عن صيام 12 ساعة وفطار 12 ساعة. يعني ايه؟ يعني زي الصيام المتقطع. الوقت اللي انت هتبقى صايم فيه محسوب منه وقت النوم. وقت الصيام ممنوع اي حاجة فيها سكر او اي حاجة فيها كريمر او اي حاجة فيها لبن. كل حاجة هتعملها او كل حاجة هتشربها مفهوش اكل خالص. ال 12 ساعة صيام مفهومش اكل خالص. ال 12 ساعة صيام مشاريب بدون سكر، يعني قهوة بدون سكر، شاي بدون سكر، نسكافيه بدون سكر، والمية مسموح بيها في اي وقت في اليوم. غير كده مفيش حاجة تاني. فخلينا نقول، وزي ما بنوه عليكم تاني وبأكد عليكم تاني، في نصايح مهمة جدا في اخر الفيديو. اوعى تقفل الفيديو الا لما تسمعها عشان تكمل نظام الرجيم. عبارة عن 3 وجبات. اول وجبة الفطار، هتقوم هتفطر بيضتين مسلوقين وجبنة ملح خفيف او جبنة قريش بمعدل معلقة كبيرة، وطبق سلطة خضراء ونص رغيف عيش بلدي. ده كده الفطار. مفيش حاجة اسمها سناكس. الفطار وبعدين الغدا بتاعي هيبقى عبارة عن 5 معالق فول بزيت زيتون. مفيش زيت زيتون يبقى مش هنحط زيت او سمنة خالص على الفول. هنستخدم على الفول ليمون وكمون، دول ليهم فوائد حلوة جدا في معدل حرق الدهون وتخلص الجسم من السموم. هنستخدم زيت وكمون وشوية ملح صغيرين، ومعاهم طبق سلطة خضراء، ومعاهم نص رغيف عيش. العشاء بتاعنا علبة زبادي لايت ومعاهم ثمرة فاكهة. الزبادي مش هنسكره بأي حاجة. لو ما بتعرفش تاكل الزبادي كده من غير أي سكر، ممكن تستخدم نص معلقة عسل أبيض. نص معلقة عسل أبيض مش أكتر من كده. وثمرة فاكهة، أنا برجح وبرشح ثمرة الفاكهة دي يا تكون جوافة، يا تكون برتقان، يا تكون استفندي، يا تكون موز. حاجة تاني ممكن، بس أنا برجح دول أكتر عشان نسبة السكر الفركتوز فيهم قليل، وده هيبقى مفيد جدا ليك وبالذات قبل ما تنام. ده بالنسبة لليوم الأول. اليوم التاني برضو 3 وجبات. هتقوم الصبح هتاكل بضاية واحدة بقطعة زبدة صغيرة. مفيش زبدة، هتستخدم الزيت بالفرشة.
يعني مش هندلق زيت، يا دوبك بس يعني هتبقى عشان البيض ما يلزقش على الطاسة، يعني يا دوبك هنمسح كده مسحة صغيرة. يبقى بضاية مقلية، ممكن اومليت مقلية زي ما انت عايز، ومعاهم 3 معالق فول، ومعاهم طبق سلطة خضراء. مفيش عيش في الفطار، البيض هناكله كده بالمعلقة. ممكن تضيف الجبنة على البيض، يعني في ناس بتعمل البيض المقلي بتحط عليه الجبنة الملح خفيف او الجبنة القريش، وطبق سلطة خضراء. مش هناكل عيش خالص في الفطار. الوجبة التانية وهي وجبة الغدا هتبقى عبارة عن طبق شوربة خضار، معاهم 100 جرام او 50 جرام على حسب بقى، يعني يعني فلوسك، او على حسب الميزانية اللي انت عاملها للدايت او الرجيم بتاعك. يا اما 50 جرام يا اما 100 جرام صدور فراخ. انا عارف ان هي ممكن تبقى غالية شوية، بس يعني انا بقولك نسبة قليلة جدا وهتاكلها يوم ويوم. من 50 جرام ل 100 جرام صدور فراخ على الشوربة. يعني صدور الفراخ دي هتبقى مسلوقة مع شوربة الخضار، ومع شوربة الخضار طبق خضار سوتيه. هناكل طبق خضار سوتيه. ممكن نستبدل الخضار السوتيه ب4 معالق رز مسلوق او 4 معالق مكرونة. دي وجبة الغداء بتاعنا. وجبة العشاء هيبقى عبارة عن طبق سلطة جبنة قريش. جبنة قريش بنحط عليها معلقة صغيرة زيت زيتون، لو في مفيش يبقى طبق جبنة قريش. طبق متوسط، وهنقطع عليه خيار وطماطم وخس وجزر، اي خضروات عندنا نقطعها ونقلب، ومعاهم ثمرة فاكهة. وبرضه انا قلت الفواكه اللي انا برشحها. ومفيش عيش، هناكل طبق سلطة الجبنة القريش بالمعلقة. يبقى كده احنا قلنا اليوم الفردي وقلنا اليوم الزوجي. ده يوم وده يوم، ده يوم وده يوم. في الشهر بتاعنا هنعمل 3 فواصل. لو انت هتبتدي النهاردة هنعتبر ان انت هتبتدي يوم 1، انت ممكن تبتدي يوم 2 3 4 اي وقت، مفيش مشكلة. بس في اليوم العاشر في الرجيم هيبقى فري. يعني ايه فري؟ يعني ليك وجبة واحدة فري، والوجبة دي تبقى وجبة الغدا. هتفطر الفطار بتاع الدايت وهتتعشى العشاء بتاع الدايت، لكن الغدا كل فيه اللي انت عايزه بأي كمية، ما عنديش اي مشكلة. والحلويات لو عايز تاكل حلويات مصنعة زي البسبوسة الكنافة الكيك الكلام ده كله، تبقى قطعة واحدة في المعقول. 3 فواصل. اوزن قبل ما تبتدي واوزن بعد ما تبتدي، وشوف فرق الميزان قد ايه. واكتب لي في الكومنتات انت وزنك قد ايه دلوقتي. الناس اللي وزنه من يوم او يومين او 3 تكتب لي دلوقتي، اللي مش وازن يوزن ويكتب لي ويقول لي وزنه كام. كده احنا قلنا النظام، اليوم الفردي واليوم الزوجي. تعالى بقى مع بعض نعرف اهم النصايح اللي لازم تعملها في نظام الرجيم ده علشان تكمل نظام الرجيم. عايزك تشرب مية على مدار اليوم كله. يعني لو هنفترض ان اليوم، او مش هنفترض، هو اليوم فعلا 24 ساعة، انت بتنام فيهم 8، يعني بيتبقى او بيفضل 16 ساعة من اليوم انت المفروض صاحي فيهم. ال 16 ساعة دول انا عايزك كل ساعة تشرب كوباية مية، بمعدل انك تشرب مش اقل من 2 لتر ميه في اليوم. مش عايزك تشرب 5 لتر و6 لتر عشان ده ممكن يبقى مضر مش مفيد، لكن تشرب مش اقل من 2 لتر، من 2 لتر ل 3 لتر ميه في اليوم. عايزك تهتم جدا بالمشروبات اللي بتساعد على زيادة معدل حرق الدهون في الجسم، زي الشاي الاخضر والجنزبيل والقرفة. عايزك تهتم جدا بالنوم بتاعك بالليل 8 ساعات متواصل. انا مش عايز كل حاجة ابقى فيها ان ديتيلز واخش في تفاصيل واقولك النوم بيشتغل على غدد ايه وبيعمل ايه وبيحفز هرمون ايه. يعني انا بقولك من بره كده، لكن كل حاجة بقولها ليها سبب ومنظور علمي ومهمة جدا. ما يعني بلاش ان احنا نستخف بالنصايح دي، لان النصايح دي مهمة جدا علشان عملية حرق الدهون تتم في جسمك بشكل ممتاز. يبقى احنا قلنا النوم، المية، الحفاظ على مواعيد الاكل بتاعك. دايما احافظ على مواعيد الاكل بتاعي علشان خاطر احفز الجهاز الهضمي او افهم الجهاز الهضمي ان هو هيشتغل كل يوم في الوقت ده. ده بيساعد عملية الهضم ان هي تتم بشكل كويس ومريح، وفي نفس الوقت ده بيريحك بعد كده في معدل حرق الدهون. يبقى نظم مواعيد وجباتي، اهتم بالمية، اهتم بالنوم بتاعي 8 ساعات بالليل. والنقطة المهمة جدا اللي ما ينفعش حد يغفل عنها خالص، ان النظام ده مفهوش سناكس، مفهوش ان انا نقنق ما بين الوجبات. هي الوجبة وبعد الوجبة صيام كامل عن الاكل لحد الوجبة اللي بعدها. وفي وقت الصيام اللي هو ال 12 ساعة التانيين نلتزم جدا بالصيام. النقطة الأخيرة معايا هي ممارسة الرياضة.
ما ينفعش تقول لي ان انا بعمل رجيم وعايز اخس او عايز جسم رياضي او مش عايز بطن من غير رياضة. الرياضة ركن اساسي من الاركان اللي لازم تعملها علشان توصل لوزن مثالي وشكل جسم ممتاز وصحة جيدة ومعدل حرق عالي ودورة دموية كويسة وجهاز مناعة قوي. الرياضة هي اساس كل اللي احنا بنقوله ده. طيب انت بقى ما بتعرفش تعمل رياضة، عظمك وجعك، الرياضة بالنسبة لك مفيش وقت، الكلام ده كله، لا لازم تخلق وقت للرياضة. أنا عايز منك 5 أيام في الأسبوع رياضة، 45 دقيقة في اليوم. ممكن تخش على اليوتيوب تعمل سيرش على قنوات بتعمل رياضة في البيت كتير جدا، كارديو في البيت، تمارين المقاومة في البيت. عايزك تتمرن التمرين اللي هيظهر معاك على الشاشة فوق ده، علشان التمرين ده من أهم التمارين اللي بتحافظ على عضلات البطن وبتشدها. التمرين ده اتمرنه على الأقل كل يوم 3 مرات، يعني 3 مجاميع، كل مجموعة أو كل مرة فيها 10 عدات. حتى لو في الأول مش قادر وهتجيب مرة أو 2 أو 3 مش إشكال، يوم والتاني والتالت والرابع هتلاقي نفسك وصلت لل10 عدات. لكن ما تحبطش وما تقولش أنا مش قادر. مع ده كله انا عايز مع التمرين اللي انت شفته معايا على الشاشه، لو انت مش تعمل اي تمارين تاني او مش عارف تعمل تمارين ودخلت على اليوتيوب ودورت على القنوات ومش لاقي، تقدر ساعتها تعمل مشي بس برتم سريع وثابت. عايزك تمشي، مش هتقدر تمشي ال45 دقيقة بنفس الوتيرة السريعة، هتمشي 5 دقايق صراع ودقيقتين برتم بطيء، 5 دقايق صراع ودقيقتين برتم بطيء. عندك الفرصة انك تجري، تمام. عندك الفرصة تروح جيم، تمام. لازم يبقى في رياضة، مجهود بدني على شكل رياضة بشكل منتظم لمدة 45 دقيقة كل يوم. واللي بيواجه مشكلة في موضوع الرياضة اكتب لي تحت في الكومنتات وهنعمل فيديو ازاي تحل مشكلتك مع الرياضة حتى لو في البيت. لان مفيش حد هيخس وهو قاعد على مكتب او ست بيت كبيرها بتقوم تروق شقتها وتقعد بعديها. لازم يبقى في مجهود بدني بشكل منتظم، يعني رياضة 45 دقيقة. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحلقة، ولو ليكوا اي استفسار او اي تعليق اكتبوا لي تحت في الكومنتات، بقرا الكومنتات كلها وبرد عليها. واشوفكم الحلقة الجاية على خير. ولو الفيديو عجبك متنساش تكون عملت لايك وشير الفيديو. لو مشتركتش معانا اشترك عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.